الوصفه البنات غادي نحتاج فيها هنا كما قلت لكم ديما الوصفات راه تندير واحد الكميه ديال مثلا دقيق الارز ولا دقيق الحمص، تنكون كنصايبهم في الدار تنديرهم في لي بواط بحال هادو كيبقاو عندي. دابا هاد الوصفه هادشي اللي كنبقى ليا في الحمص غادي نديرو. نتوما الكميه اللي ديروا ديال الحمص ديروا تقريبا واحد كاس العلبه ولا جبانيه ديال الحريره ديال دقيق الحمص باش تخرج لكم واحد الكميه كبيره بزاف باش تبقى لكم. انا غادي ندير هاد الكميه اللي بقات ليا ديال دقيق الحمص. الا ما عندكمش الماكينه اللي تطحن لكم هادشي طحنوه عند العطار. هنايا كما كتشوفوا عندي الخرقوم البلدي. هذا الخرقوم هذا تمشيو عند العطار كتقولوا ليه كتشريو خرقوم هكاك عود وكتقولوا ليه يطحنوا لكم باش كتاكدوا من الجوده ديالو. هنا كما شفتوا درت دقيق الحمص، غادي نزيد عليه الخرقوم البلدي. هو راه معروف بالمنافع ديالو بزاف في البشره وسر جمال البشرات الهنديات هو هذا الخرقوم. انا تقريبا درت واحد 2 معالق كبار هادي. كما كتشوفوا معايا غادي نزيد بيضه بلديه. ضروري كنعاود ناكد ضروري تكون بيضه بلديه. ما عندكمش بيضه بلديه حاولوا انكم ضروري تشريوها لحقاش المنافع الوصفه صراحه تتعطاو الا كانت عندكم بيضه بلديه. البيضه العاديه ما ديروهاش. غادي نزيدوها بقشورها كلشي ديالها. هاد القشره غادي نستافد منها. هاد الوصفه هادي ديال سعيده شرف معروفه بزاف البنات جربوها وجابت معاهم نتيجه. بالنسبه للخرقوم البنات اللي بغات توجدوا في الدار تشري عود هكاك عند العطار. هكا كيكون عود تاخذ شي مقله دير فيها واحد شويه الزيت العود وتقلي فيها دوك العويدات ديال الخرقوم. من بعد عاد كطحنهم. هادشي الا بغيتو تصايبوه في الدار. غادي نزيد ماء ورد ماشي مشكله البنات الا كتخلطوا كتحسوا بداك قشوره البيض لحقاش مازال هذا الشيء غادي تطحن. كتزيدوا ماء ورد كتحسوا بها راه ما قاصحاش بزاف. نزيد مازال شويه. حيت الدقيق ديال الحمص تيشرب البنات. داكشي علاش خلطوه ولا شفتوه قصاحه زيدو. صافي انا كتفيت بهذا القدر ديال الماء ورد. دابا البنات واحد الحاجه غنقولها لكم بالنسبه اللي بغاو يصبروا عليها وديروها في شي طاوه الفران ويفرشوها فيها ويطلعوها على الشمس حتى كتكرم على خاطرها ويهبطوها. اللي زربانين يشعلوا على الفران حتى يسخن مزيان مزيان. ملي كتقيسوه هكا بيديكم كتحسوا به راه سخن نيت مزيان مزيان. كتشدوها تتفرشوها في شي طاوه كتدخلوها للفران حتى كتبان لكم راه بدات كتقصح. ملي كتقصح تتخرجوها. نتوما تشوفوا معايا كلشي بلي ديطاي في هذا الفيديو.
هنا البنات خديت طاوة الفران هي فين غنسرح هاد الوصفة. كتحاولوا تفرشوها تكون رقيقه، الطبقه رقيقه بزاف باش بحال هكا دغيا تنشف. انا دابا راه شاعله على الفران تيسخن، نخليه يسخن مزيان عاد ندخلها. وانا نتوما معايا في الفيديو ما نفوت لكم حتى شي لقطه باش بحال هكا تنجح معكم الوصفه. الوصفه هذه راه زوينه بزاف الناس اللي تعانيو من الكلف، خاو ديروها غير مره في الاسبوع، راه زوينه. الناس اللي عندهم الكلف بزاف بزاف في الوجه يستعملوها كل نهار مده شهر، تبدا تبان لكم النتيجه، بدا داك الشيء تيبدا ينقص. هانتوما شفتوا درتها واحد الطبقه رقيقه بزاف. غادي نخلي الفران دابا تيسخن ونعاودو نتلاقى معكم. هنا البنات انا شاعله على الفران كما كتشوفوا، الا قصتو فحال هكا ولقيتوه راه صافي سخن مزيان. دابا غادي ندخلو الطاوه ديالنا، غادي ندخلها ونطفي عليه. صافي غادي نطفي عليه ما شفتوا وغادي نسد. هانتوما البنات كما كتشوفوا هي قصحت، هيا قصحت شتو قصحت. غنزولها دابا ونعاود نتلاقى معكم. هيا البنات كما كتشوفوا قلبتها، هنا تتكون ناشفه بزاف وفي التحت ما كتقلبوها كتستفوها بحال هكا، وكتشعلوا ثاني العافيه الفران من الفوق وكتبداو هي تدوروا فيها تحسوا بها تقرملات مزيان. عاد ديك الساعه حطوها تتبرد مزيان، عاد غادي نطحنوها. هانتوما البنات صافي راه هي كرمات، هيا دابا غادي نطحنها. هانتوما البنات ملي طحنت الوصفه كما كتشوفوا معايا، شفتوا معايا اللقطه فين كنت كنطحن. هنا خديت الغربال، خذوا شي غربال يكون رقيق، هي فين غادي تغربلوها باش بحال هكا ما يبقاوش فيها حتى شي حبيبات اللي يقدروا يجرحوكم في الوجه ديالكم الا بغيتو ديروا الوصفه. انا غادي نغربلها ونعاود نتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش تستعملوها. هادشي اللي بقى ليا هنا غادي نردو ثاني للطحانه وغادي نعاود نطحنو. دابا حبيباتي ملي وجدنا كاع العناصر وطحنا الوصفه ديالنا، ها هي صارت واجده. غادي نوريكم دابا كيفاش تطبقوها، كيفاش تخلطوها. تاخذوا فيها معلقه صغيره كما قلت لكم، اللي عندهم الكلف بزاف استعملوه بشكل يومي مده شهر تبان لكم النتيجه. اللي عندهم الكلف قليل يديروها هي مره في الاسبوع فقط. معلقه صغيره كما كتشوفوا. غادي نخلطها بماء الورد.
بامكانكم ديروا التضامن المسوس اذا كان عندكم. نجي خلطوا به، غادي نزيد غير شويه يعني ما يخلط ليا الوصفه صافي. راه زوينه بزاف البنات، جربوها وعن تجربه ديالي انا وبزاف ديال الاخوات، يعني ماشي غير جيت وحطيتها لكم، راني مجرباها. كتحيد حتى التصبغات اللي كيكونوا في الوجه، كتقضي كذلك على اثار ديال حب الشباب، وكتخفف كذلك من حب الشباب. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب في الوجه، راه كنت حطيت لكم واحد البوماده كتباع في الفرماسيان زوينه بزاف، من تجربتي الشخصيه درت لكم عليها. دخلوا للقناه غادي تلقاو الفيديو ديالها كاين، شوفوها وردوا عليا. ممكن تبقاو تزيدوا الماء والورد لحقاش مع هاد الوصفه هذه فيها الحمص كتشرب صافي. كتطبقوها على البشره تكون نظيفه، كتخليوها تقريبا واحد ساعه في البشره حتى كتغسلوا بها نشفت مزيان. عاد ديك الساعه كتغسلوا الوجه ديالكم تغسلوا الوجه ديالكم وكدهنوه باي كريم مرطب ترتاحوا ليه.